بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. حبيت أهدي محبي الأذكار، خاصة ذكر لا إله إلا الله، محبي ذكر لا إله إلا الله. حبيت أن أهديهم طريق موسم الفائدة، يعني وفائدة مشهورة هي أصلا. وفق ثلاثي معمر بلا إله إلا الله، وفق معمر بلا إله إلا الله. هذا الوفق إذا نقشت في خاتم وذكرت عليه لا إله إلا الله 1000 مرة أو 100 مرة، إذا ما قد تقدر 1000 مرة 100 مرة، وتبيت على النجوم. وإذا ما تستطيع تبيت على النجوم، حط في ماء، اقرأ في الماء، الماء يقرأ فيه وجعلنا من الماء كل شيء حي 100 مرة، لا إله إلا الله 100 مرة أو 1000 مرة، وجعلنا من الماء كل شيء حي 100 مرة في الماء، ويكون الخاتم داخل الماء. ما ورد فيه، ما ورد ماء طبيعي، في ماء ورد فيه. وبيته بالليل والصباح لبسه، والماء ذاك رش على جسمك. طبعا نقشه داخل هذا تناقش فيه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يكون داخل، يعني تحت الفص، حتى لا يتعرض للنجاسة تحت الفص. في تحصل الوفق الثلاثي المعمر بلا إله إلا الله، وفوق لا إله إلا الله، وتغلقه. طبعا ناقشنا على الموسم، ناقشنا على فضة أو على نحاس. ناقشنا على النحاس ومغلوق داخل، يعني في النحاس، أو تقشي في الحجر نفسه، يعني أفضل في الحجر إذا قدرت تحت، وتغلقه بالفضة أو بنحاس حسب ما تريد. أنا ناقشنا على النحاس، وتضيف معه اسم الله مؤمن. هذا يعني يزيدك في الإيمان، يعطيك إيمان. ولاحظت أنه يعطيك قوة، يعني ذكر لا إله إلا الله ويعطيك قوة وأمان في النفس وراحة وقوة، يعني تحس تشعر بقوة كذا، ويعطيك يعني نوع محبة للذكر، شوق تشتاق للذكر. هذا اللي عند أهل ذكر لا إله إلا الله يسرع في الفتوحات، فتح لا إله إلا الله. تقرأ عاد بعدين الورد مالك أنت لا إله إلا الله، ايش العدد اللي معطى إياه أو تقرأه، استمر عليه ويكون لابس هذا الخاتم. تنقش تحت لا إله إلا الله اسمه مثلث الوفق الثلاثي معمر بلا إله إلا الله، وفوق كلمة لا إله إلا الله تحت هذا، وتغلقه في الفص، في خلف الفص، أو في اسمه، أو في الفضة داخل في الفضة، وتغلقه يكون ما يتعرض للنجاسات الهواء أو شيء. هذا يبقى يكون مكان يعني ما يتصل أي نجاسة ولا روايح كريهة. وتبيت على النجوم، أو تحط في ماي، في كوب ماي، وتقرأ عليه 1000 مرة أو 100 مرة، ومن الليل والصباح لبسه، وهكذا. وقرأ لا إله إلا الله، وأنت تكون تذكر لا إله إلا الله، تكون معاك تدخل في خلوة لا إله إلا الله مثلا، تكون لابسنه في اليد اليمين. بس هذا حبيت أخبركم، يعني أفيدكم في هذا الخاتم. ولا تنسوا اسم الله مؤمن بعد، لا إله إلا الله فوق، والجوانب مؤمن أو جنبها مؤمن. المؤمن حاول تحط المؤمن الميم وواو فوق همزة، بعد ميم نون منفصلات، يعني ما متصل. ولبس وذكر الله تحصل يعني يعطيك إيمان وقوة، وتحص يعني نوع من الحفظ أيضا، إيمان وقوة حفظ وبركة، وفي بركات أكيد توقع، يعني بركات، لأن في اسم لا إله إلا الله موفق لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الهلالة من أعظم الأذكار لا إله إلا الله. هذا ويسرع في الفتوحات. هذا بس حبيت أني أفيد اللي محبين ذكر لا إله إلا الله، اللي دائما يذكروا لا إله إلا الله بالآلاف، يفيدهم هذا يسرع في الفتح. تلبسه وبقدر ما يحتاج تبخير،
بس تقرأ أول شيء تبيت على النجوم. إذا ما تستطيع تبيت على النجوم، ما عندك مكان مثل في عمارة أو شيء وما تقدر يعني ماشي مكان تحط النجوم، حط داخل الغرفة قرأ، حطه في ماي، في كوب ماي وقرأ عليه، اقرأ على الماي المرة ومرة، أو قرأ عليه 100 مرة وقرأ على الماي 100 مرة لا إله إلا الله، حطه داخل. واذكر مع اسم الله المؤمن أيضا، إن تكون حاول تنقش مؤمن، ولو إن الاسم مؤمن يعني ما من ضمن الوفق، تعمير الوفق، بس تعمير الوفق لا إله إلا الله. بس هذا حبيت إني أفيدكم يعني. وصلوا على الحبيب، اللهم صل على سيدنا. شوف أنا مسويني في نحاس، طبعا في نحاس، شوف هكذا بغيته، سواء في الفضة أو في النحاس لا إله إلا الله، ويكون على مستوى الفص، على مستوى الفصة، يكون داخل نصه داخله لا إله إلا الله. ما واضح واجد بالموبايل، ما واضح. وممكن تكتبوه بالأرقام الهندية، بالرقم الهندية، بالرقم الهندي تعمروه، أو بالرقم الفارسي. فرصة هو مزج بين هندي وذا فارسي، أو بالأرقام الخوارزمية، خوارزمية يمكن كله واحد، أهم شيء يكون التعمير صح. الأرقام الخوارزمية اللي الرقم اللي الحاسوبي اللي يستخدم. وصلوا على الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وآله. كما خبرتكم عن مفيد، يعطي نوع من يعطيك مثل أمان داخل النفس، ويعطيك قوة يعني، وحفظ، وتحس بركة يعني، تحس في انت لابس هذا الخاتم يعني. لا تنسوا تغلقوه داخل، يكون ما من برا الكتابة، داخل هناك تكون مثل هذا يكون هنا في الفص فوقه، ويغلق بالمحسم هذا، يبقى داخل، ما تدخل روايح ولا أي شيء. وإذا حبيتوا بعد تحطوا مثل الحجر، حجر أصفر، اسمه حجر الشمس، حجر أصفر يعني شيء بلون الشمس، أو إن حجر أحمر، أو أي حجر، أهم شيء يكون حجر زين عقيق، وهذا أو ياقوت، حسب ما تريدون، كله مفيد. وصلوا على الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وآله. ولقوا في ذكرك لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا إن الله يفتح لك ويرفعك درجة، ويمكن تصل الكرامات أو شيء فتوحات، وتنقذب لك الأرواح. ودائما حاول إن موسم تحطه في الماء، الكوب ماي، ما تلقى الماي داعي يعني فاتح عنك ذاك مكشوف، حتى السر ينزل داخل الماي ويتصل بالحجر. بس هذا حبيت أني أفيدكم يعني. وصلوا الحبيب، اللهم صل على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. ولا تنسوا أن تناقشوه في أوقات سعيدة يعني، مثلا في زيادة القمر من أول شهر، مثل الأحد من أول شهر، أو الخميس من أول شهر مفيد. وتختاروا مثلا الخميس أو يوم الأحد من أول الشهر، من أي شهر يكون، لكن يكون شهر يكون من الشهور السعيدة يعني، مثل رجب، شعبان، رمضان، هذا شهور، كل شهور الله كلها مفيدة، لكن بعض الشهور تكون أقوى يعني روحانيا. بس هذا حبيت أني أفيدكم. وصلوا على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وله الحمد لله رب العالمين. ويكون في اليسار أفضل يعني، أقصد في الصبع المسمى الأصغر، الخنصر ومسمى أفضل يعني، من ناحية السنة أفضل. إيه غربون، كيف الحال؟ أوبرا باو.
طبعا يا جماعة حاولوا تنقشوا مسلم، تروح عند هذا المسلم اللي ينقش الأحجار ونقشوا نقش ليس كتابة، هذا ما مش بقلم، نقش حفر، يعني حفر على المعدن أو على الحجر. أو إن مسلم إذا ما حصلتوا اللي ينقش بلا استخدموا الليزر، إذا ما ينقش بلا بالليزر ما مشكلة بالليزر أيضا، لكن نقش باليد أفضل. كل ما ينقش الرقم خليه يذكر لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هو ينقش اللي يخلص. لا تنسوا هذا. صلوا الحبيب. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.